المدني بالفعل هو يجي في مواجهة المجتمع السياسي. المجتمع السياسي اللي تبنى من سلطة ومؤسسات دولة عندها أجهزة الدفاع، عندها الميزانية، عندها جيشها، عندها قوانين خاصة مؤسسات تحكم، يعني عندها وسائل تنفيذ لبرامجها ولسياستها. أما المجتمع المدني فهو المجتمع الذي يعني يدافع عن مصالح المجموعات التي يتبنى الدفاع عن حقوقها وعن مصالحها. إذن هو يستند أساسا إلى حرية المواطن في التنظيم وفي الدفاع. ذاك علاش المجتمع المدني بالفعل كما قال سي الحبيب يجي كان في مجتمع أو في دولة تؤمن بالديمقراطية. في مجتمع ما فيش ديمقراطية ما نجموش نحكيو على مجتمع مدني أكيد. لأن مؤسسات المجتمع المدني وسيلة ضغط، هي وسيلة ضغط معنوية عبر الإعلام، عبر المناصرة، وعبر تعبئة الناس من أجل الدفاع عن حقوقهم وعن مصالحهم وعن مشاريعهم المستقبلية. لذلك كان دور المجتمع المدني قبل الثورة محدود جدا ومحدود. أكيد إذا كانت ثم دولة استبدادية سيتقلص دور المجتمع المدني وينحسر. ذاك علاش بعد أحيانا يكون لحساب الدكتاتورية. نزلت نحب نزيد نحكي شوية سي فيصل. بعد الثورة بالفعل فتح يعني باب الحريات وظهرت جمعيات عديدة جدا. نحب نلاحظ معناتها نقطة فقط، يعني توضيح ما قالته الأستاذة هجر. صحيح المجتمع المدني في وجوده العملي موجود قبل، يعني هو قديم جدا، لكن هي أعطت مثال أنا لا أراه تعبيرا عن المجتمع المدني. تحدثت عن الرسول كيف كون دستورا مع الأقليات. هذا الرسول هو ممثل للسلطة، الدستور هو قانون مؤسساتي، والأقليات هي بطبيعة الحال هو شكل من أشكال التنظيم المؤسساتي. إذن المجتمع المدني ما يحكيش على سلطة، ما يحكيش على المجتمع السياسي. ما نتصورش المثال هذايا هو الصحيح. المثال الصحيح هو اللي يظهر بالفعل في المجتمع العربي الإسلامي. توجدت جمعيات وتوجدت حركات اجتماعية خاصة في عهد البيات، في الدولة العثمانية عندما قوي الاستبداد ظهرت جمعيات وظهرت الحركات الصوفية. كان ثم معناها برشا سادة التاريخ خدموا على الحركات الصوفية. ظهرت نقابات صناعية، ظهرت التكاية والزوايا. هذه كلها شنو كان دورها في المجتمع وقتها؟ كان دورها هو الدفاع عن مصالح الشعب اللي كان بطبيعة الباء يشوفوا رعية ويشوفوا فقط معناها مجال الابتزاز الأموال وفي شكل الضرائب والجبايات. فكانوا يعملوا هذه الجمعيات الخيرية وهذه الحركات كل من أجل الدفاع التلقائي والدفاع على النفس والدفاع عن المصالح. إذا هذا انطلاقا الشعوب والمواطنة. وهذا بدأت تتبلور تلقائيا نواة المجتمع المدني. وتعرف أنه في مجتمعاتنا زيادة ظهرت الحركات هذه مليح في فترة الاستعمار وظهرت بشكل تلقائي. صحيح كما قال سي الحبيب المجتمع المدني جانا وارد كمفهوم وارد، لكن كي ترجع أنت للأرضية وترجع للمجتمع تلقى فيه بوادر وتلقى فيه حركة تلقائية طوعية كما قالت مدام هاجر. خلات الناس، وهذا الشيء نتصوره يمشي مع ثقافة الإنسان، لأنه الإنسان لا يقبل الاستبداد، لا يقبل الاستغلال، هو يبحث دائما عن أشكال الدفاع. أشكال الدفاع هذه ستتطور بتطور الحاجيات المجتمع، بتطور عقلية الإنسان، بتطور وسائل كما تعرف الاتصال والإعلام. إذن فظهور المجتمع المدني بعد الثورة الصناعية كما قال سي الحبيب زاد حتى هو بداره في أوروبا بدا هولامي وبدأ يتشكل ويتطور تدريجيا إلى أنه ظهرت من بعد النقابات وظهرت الحركات النسائية وتتبلور المجتمع المدني وتطور وفرض ذاته، لأنه حتى السلطة البرجوازية الليبرالية من الأول ما كانتش قابلة المجتمع المدني هذا وعارضته وضاربته. ولكن زلنا هنا زلنا نرجعوا للفكر الاشتراكي اللي هو كان وراء قوة الدفاع، يعني ظهورك الأحزاب الاشتراكية الأولى، ظهور النقابات كانت من الأول كانت ممنوعة، بعد
تدريجيا. يعني مسار الديمقراطية راهو حتى في أوروبا ما كانش مسار سهل وما كانش عصا سحرية. الديمقراطية في أوروبا خدت زاد فترة طويلة، في فرنسا قرن كامل وهم يدافعوا ويناضلوا ويفتكوا في المكاسب باش نجموا في الآخر يعملوا مؤسسات مجتمع مدني تعترف بها الدولة وتحترمها وتشاركها في القرار وتشاركها في الخيار، اللي احنا مازلنا لحد اليوم ما نجمناش نعملوا هذا المجتمع المدني، خاصة أنه الدولة ما احترمتوش بالكل. نرجع لتونس توا باش نحكي شويه على تونس بايجاز. باهي نزيد بايجاز لانه كما قلنا من الاول هناك مكالمات وهناك الاستاذ منير شقشوق. رغم وجود جمعيات ونقابات واحزاب معارضه في تونس، لكنها كلها كانت مضروبة على يديها، كلها كانت مقموعة، كلها كانت تخدم، وخاصة الأحزاب السياسية تخدم في السرية. كما تعرفوا كان الاتحاد العام التونسي للشغل تقريبا هو المنظمة الوحيدة اللي قاد قوتها واستمدتها من جماهيرها، استمدتها من قوتها. وبين قوسين زادة في تعريف المجتمع المدني، المجتمع المدني يستمد شرعيته من جماهيريته ومن قدرته على التعبئة. كل ما كان عنده عدد كبير من المنخرطين ومن الجماهيرية كل ما كان فعله كبير. بعد الثورة عنا جمعيات جديدة وبرشا برشا برشا جمعيات جديدة، لكن إلى أي مدى استطاعت أن تستوعب وأن تعبأ. أنا حسب اعتقادي نكمل كان هذه النقطة سي فيصل، حسب اعتقادي ما نلزمناش ننساو أنه راهو ثم جمعيات خدمت في عهد الاستبداد في السرية وتعبت وناضلت ودافعت على الحقوق والحريات في سنوات الجمر كما أكيد أكيد أكيد. وهذه الجمعيات راهي ما زالت هي الفاعلة، وهي اللي اليوم قاعدة هي ترى في دور كبير. نعم تقوم بدور كبير، وهي مجال أو هي محل أنظار السلطة السياسية، وتخاف وتخشاها وتحاول السيطرة عليها بكل الأشكال، من بينها أشكال نظرا لتاريخها النضالي. نعم، وهي المضروبة الآن وهي المستهدفة. أستاذ منير شقشوق، تلخيص مما سمعت لحد الآن. سننتقل للواقع. يعني اليوم هناك سؤال يطرح: هل يجوز اليوم أن نتحدث عن مجتمع مدني؟ الحقيقة أرفض هذه التسمية، لا أقبل جملة. نعم أرفضها، لأن هناك شروط، يعني شروط يجب أن تتوفر. هناك شرطان أساسيان لقيام مجتمع مدني. أولا تسمية إعلامية وليس سياسية. فلسفيا أو يعني تاريخيا كما كان يقول صديق، المجتمع المدني عندما نقول هناك نقر بمجتمع مدني يجب أن نقر بقيام دولة قوية بمؤسساتها، دولة ثابتة، دولة قوية لها مؤسساتها، دولة لا دينية لا طائفية ولا عسكرية. هذه شروط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يجب أن تكون المؤسسات المكونة لما يسمى بين ظفرين المجتمع المدني أن تكون عقلانية، تكون علمانية، وتكون كذلك يعني مستقلة، وهدفها ليس الربح. عندما ننظر في هذين الشرطين في واقعنا اليوم في تونس، اليوم نحن نتحدث عن تونس بعد الثورة، لا نجد هذين الشرطين، لا نجد. ليس هناك دولة قوية، دولة أو يعني دولة أو حكومة يعني مهتزة، يعني ليس هناك دولة قوية ثابتة. الدولة يعني ليس هناك كذلك في المقابل يعني مؤسسات أو جمعيات يعني توفر فيها هذه الشروط، شروط العلمانية، شروط العقلانية، شروط الربح. يعني إذن هل يجوز اليوم أن نتحدث عن مجتمع مدني في غياب دولة لا نعرف نظامها ما هو؟ نحن في سياق تأسيس لدولة لم تكتمل بعد ولا ندري متى ستكتمل، وربما سنقارن وربما بعد. إذن الحديث عن مجتمع مدني يجب أن يكون في سياق دولة مستقرة وثابتة ومؤسسات ثابتة. اليوم عندما لو نريد أن نتقدم بالحوار أكثر نقول أنا أرفض التسمية، نتحدث عن واقع هذه الجمعيات. اليوم 12 جمعية نتحدث عن واقع هذه الجمعيات. يعني هي تختلف من جمعية لأخرى. نعم، لأن عندما نقول اليوم انتبه، يعني هنا الخط يعني ليس مفارق في الحقيقة، ولكن هنا الخطأ أو أعتبره خطأ عندما نقر اليوم بوجود مجتمع مدني اليوم في هذه ظروف لا دولة، ظروف لا عقلانية ولا غير ذلك. يجب أن نقر بوجود مجتمع آخر في تونس. يعني إن انطلقنا اليوم أن هناك مجتمع مدني، إذن هناك مجتمع آخر، إما أن يكون مجتمع ديني أو طائفي. نعم. يعني هذا الخطر، يعني لا، هذا هو الخطر الكبير. يعني
لهذا لا أرفض أن أتحدث عن مجتمع مدني اليوم في تونس. اليوم هناك يعني مؤسسات تحاول تسعى لكي تتشكل، تسعى أن تجد يعني هيكلها، أن تجد يعني مبادئها، ثقافتها، يعني أسسها. لكن الحديث عن مجتمع كما يعني مجتمع مدني بأتم معنى الكلمة، مجتمع مدني يعني بمؤسساته وغيره، فهذا لا يوجد. إذن اليوم يمكن أن نتحدث عن واقع هذه الجمعية 12 جمعية. عندما ننظر إلى الجمعيات أحيانا نجد يعني أن حتى عدد المنخرطين فيها تقريبا يعني معظم الجمعيات لا يتجاوز عدد منخرطيها يعني 10 أو 20. إن شئنا أن ننظر من علم يعني لهذه الجمعيات سنلاحظ إما أن تكون جمعيات مع المعارضة، وأن الحيادية السياسية ضرورية في هذه الجمعيات، وهذا أمر غير موجود اليوم. يعني الجمعيات كلها يعني أو معظمها يعني لأنه نريد أن نضع الجميع في لها انتماء سياسي. نعم لها انتماء سياسي، وهذا مخالف لمبادئ المجتمع المدني. إما يعني بطبيعة الحال يعني هذا ضد أدبيات المجتمع المدني. إما أن نرى اليوم جمعيات أو مؤسسات مع الحكومة أو غطاء للنهضة هكذا مباشرة نصرح بالعبارة دعنا من الترويكا، أو نشاهد يعني جمعيات أخرى مع المعارضة أو مع ما يسمى بالقوى الحدثية والعلمانية أو غير ذلك. يعني هنا هل يجوز يعني نعم يعني هذا يعني أنا لا أريد أن أستعمل عبارة مجتمع مدني، لأن عندما أقر بمجتمع مدني اليوم في هذه الظروف التي نعيشها يعني سأتحدث عن مجتمع طائفي أو ديني ومجتمع مدني. أنا يعني اتفقنا حول هذا الإشكال نتحدث عن مجتمع مدني. أستاذ هاجر عبد الكافي، أنت مداخلتك كانت قليلة شوي، نحب نعطيك وقت. نعم. وبعد عندنا مكالمة باش ناخذوها على عبر النت. أردت أن أقول أنه رغم مداخلة كل من سي حبيب والأخت صبرية والأخ منير، أعتقد أننا لازلنا نحوم حول الموضوع ولم هو موضوع كبير وشاسع جدا. ممكن نعطينا شوية مقاربة تاريخية، مقاربة نوعا ما سوسيولوجية، مقاربة فلسفية، لكن تعريف المجتمع المدني، ما هو المجتمع المدني؟ هل نعرفه في ذاته أم نعرفه مقارنة بمفاهيم أخرى؟ سي منير قال نعرف المجتمع المدني بأنه يعني مجتمع علماني مقارنة بالمجتمع الديني. أنا أعتقد وأنه كلمة المجتمع المدني هي تقابل المجتمع السياسي، باعتبار وأنه السلطة السياسية يعني هي سلطة حاكمة كما قالت الأخت صبرية قبل، وهي سلطة أحيانا تستبد في استعمال هذه السلطة.